كل شيء كل شيء طيبين خير أصحاب طيبون الحمد لله. هذا ابن الشيخ شيخ حياكم الله. إن شاء الله يستأنف الشيخ دروسه بعد الحج إن شاء الله. والأخ البخاري سنة نحن دروس عامة إلى محرم مع الحج العديد بعد عاشوراء ترجع إلى البخاري. والله احنا لو نعمل معه لقاء. هذا إمامنا في ألمانيا عندنا بعض الأسئلة كذا حسنا الشيخ لقاء تشفع لنا شفاعة لقاء بابا قبل بابا الشيخ صلى على الحج وين لا نأتيه المدينة إن شاء الله. المدينة يكون أمر لك تشفع لنا إن شاء الله. جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم نفع الله بكم. المجالس التشريعية مسؤول على ذلك. عندنا الآن مسألة خطيرة يعني لا ندري ما نصنع فيها. ماذا نقول للناس؟ أقول الله سبحانه الله الانتخابات والدخول فيها يعني مجرد أن الناس ما يكون وراها فائدة. بس هي الآن يقال إنها دعوة سلفية، والأصلان العظيمان في دين الإسلام العظيم هما التوحيد والاتباع، صار بعيدين جدا عن التناول في مسألة الدعوة. ومصر فيها قباب وأضرحة تعبد من دون الله تبارك وتعالى لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. صار هذا الشرك والذبح لغير الله يتأتى من كثير جدا من المصريين. والموالد التي تشهد كالبدوي وغيره، ربما شهد البدوي ما يزيد على 5 ملايين مسلم، وكلهم محسوبون على أهل السنة، لأن مصر سنية في الجملة بالمعنى العام. صار هذا الأمر لا يحذر منه ولا ينفر عنه، وتركت الدعوة إلى محاربة هذا الشرك الفظيع، وكذلك ما يتعلق بمسألة الاتباع. وصارت الدعوة سياسية، فنحن في خطب جلد يعني. إذا صدعنا بذلك قالوا أنتم متشددون، أنتم تحاربون تطبيق شرع الله. هم يقولون أن تطبيق شرع الله يكون عن طريق الأحزاب السياسية الدينية وعن طريق الانتخابات. هل يعرفون أحد يطبقها قبلهم؟ لا ليس كذلك. عندما نقول لهم لا ذلك أنا أقول بس مثال، هل يوجد أحد يطبقها من هذه الأحزاب قبلهم؟ أبدا لم يحدث قط. عندما نصدع بالبيان يقولون متشددون ويهاجمون إخوانهم وغير ذلك من تلك الأشياء. كل ذلك لا ندري ما نصنع فيه. يعني هل نسكت عن البيان؟ ندل الناس على الخير، لأن دين الله يمسخ الآن في مصر باسم السلفية. عندما يقال للناس هذه الأحزاب هي جزء من الدين، وهذه الديمقراطية فيها جزء من الديانة، والانتخابات لابد من الأخذ بها، حتى إن هناك من يقول من لم يخرج فهو آثم، وقد يرتقي في التأثيم ربما إلى حد الكفر أو التكفير، لأنه كأنه يحارب تطبيق شرع الله إلى غير ذلك من تلك الأمور. نحن في ظلمة عظيمة جدا في تغيير وتبديل شرع الله سبحانه وتعالى، فلا ندري ما نصنع. الله المستعان. أنا في كلمة كتبتها شفتوها عن كيف يكون مستقبل الدول الإسلامية خيرا من الماضية. لا لعلنا المطلع عليه. تعرضت لهذا في الفتن اللي حصلت في مصر وفي تونس وفي غيرها، وأن ما في فرق بين القديمين والمؤخرين إلا إذا طبقوا شرع الله. نعم. وإلا وجوه بدل وجوه فقط. يعني
عندنا الأمر يعني عندما نتكلم في هذه المسائل نجد اللعنة العام، لأن عندنا أمران كبيران جدا في مصر. الأمر الأول وهو عبادة القبور، الأمر الثاني وهو تغيير هذا موجود من قديم ولكن لا يحارب. يعني كانت هناك جماعة أنصار السنة من أيام الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ حمد شاكر رحمة الله عليهما ومن كان معهما، كانوا يركزون على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بجميع مظاهره. ثم هناك أمر آخر وهو موجود في مصر من قديم أيضا، هو مسألة تغيير المعالم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ما يتعلق بالأسماء والصفات أن الأزهر يعلم الأشعرية ويدعو إليه، وهذا أيضا لا يبين. يعني بيان الأسماء والصفات والحق في ذلك ما ينبغي أن يعتقده المسلم فيه. أنصار السنة وهم يسوون هذا؟ نعم، أنصار السنة ما هم يبينون هذا؟ ربما على استحياء، يعني كانت الدعوة الغالبة إلى هذا الأمر، ولكن الآن هناك شغل الآن في مسألة السياسة، وكثير من إخواننا من الدعاة التابعين للأنصار دخلوا الانتخابات على أنهم من المرشحين. فلعل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويحفظكم، توجهون لنا ولهم وللأمة بيانا في مثل هذه الأحداث والخطوب المدلهمة من أجل أن نتبصر وجه الحق فيه. يقول بيان كلامنا ما يقدم ولا يوقع، يعني اللي عنده شيء يبيه يعني يفعل شيء حتى يصل. قيام بواجب البيان. أسأل الله أن يحفظكم ورعاكم. ما نريد أن نشق عليكم يا شيخنا، وبارك الله فيكم. تأمروننا بشيء؟ رزقكم الله ورعاكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام شيخنا السماك، نحن إخوانك من أوروبا شيخنا في ألمانيا. شيخنا إذا عند نزول مطر في ديار الكفر هل يدعو المسلم يقول صيبا نافعا وينوي إخوان المسلمين أم لا يدعو؟ أقول يقول صيبا مثل ما أقامته صيبا، ادعو بهذا الدعاء إذا جاء المطر في أي مكان. شيخنا يعني ما حكم هذه البيوت المؤجرة؟ هل لها حكم المسجد؟ لأنها ليست وقف، مع العلم أنها تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة. إذا كان مسجد الذي يصلي الخمس والجمعة هذا مسجد ولم يكن وقفا شيخنا. وين لم يكن؟ أحسن الله إليك. يسأل شخص الشيخ يقول طبعا الميقات يشترط تسجيل تاع سيد رسلان واضح.